السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احسن الاحوال. في الفيديو اليوم جيت نحضر معكم طريقه الكالينتي. بقاو معايا في المقادير والطريقه ونبداو على بركه الله. فاول حاجه عندي هي 500 غرام طحين الحمص وملعقه صغيره د الملح. عندي 2 كؤوس صغارين د الزيت، واحده زيت بيض واحده زيت د الزيتون، ولكن اذا كبيناهم جوج بهم على بعضهم غيجيونا ان شاء الله كاس العنبه. يعني انا عندي هاد الكيسان هادو تقريبا كل واحد فيهم كيوزن نصف كاس العنبه. ملي غنضيفوهم على بعضهم يلا غيجيو. بغيتو تعملوهم كاملين زيت الزيتون، بغيتو تعملوهم كاملين زيت بيضاء. انا عملت تقريبا نص كاس العنبه د زيت بيضاء ونص كاس العنبه د زيت الزيتون. عندي 2 بيضات وملعقه صغيره تقريبا د الكمون وملعقه صغيره د الابزار، وعندي الماء 2 لتر مكموله. وهاد المقادير هادو عندي مضبوطين، اذا عملتوهم غادي يجي لكم حسن حتى من الزنقه، كيجي غزال تبارك الله ما تشبعوش منه. ودابا اول حاجه غادي نعملوها هي البيضات. غنبدا منهم. كنفقص البيضات، احسن كنفقص كل وحده بوحديتها ومن بعد كنكبهم على بعضهم. دابا من بعد غادي نعمل الملعقه ديال الملح اللي عندي. انا عملت ملعقه صغيره، نتوما اذا كان كيعجبكم زايد ملوحيه زيدوا شويه. عملت ديك 2 الكؤوس د الزيت اللي عندي وكنخلطهم شويه بالفوي صافي، غير واحد شويه. ومن بعد كنضيف عليهم الدقيق وكنبدا ندخل فيه الماء غير بشويه بشويه باش ما كيتكور ليشي، وانا كنحرك مزيان كما كتشوفوا. ودابا غادي نضيف الابزار والكيمون اللي عندي، ملعقه صغيره، ومن بعد نزيد نخلط مزيان. ودابا غادي نطحن بالطحانه كهربائيه باش نتاكد بان ما بقاو فيها لا كواور ولا حتى حاجه. يتطحن مزيان. وغنضيف الكميه اللي باقا لي كامله د الماء اللي كانت باقيه، وصافي غنستمر هيدا بالطحين ديالو. هيدا كنبقى نطحن فيه واحد تقريبا واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق صافي. من بعد ملي كنتاكد بانه رجع بهذا القوام هذا اللي كتشوفوا، كيجي تقريبا بحال الباغرير، خفيف على الباغرير، بحال الباغرير ولكن خفيف. ودابا كنجيب السلوفان او هيدا شي بلاستيك هيدا ولا شي دريره وغطيوه. من بعد كتخليه تقريبا ساعه او اكثر، ساعه او ساعه ونص، عاد طيبوه من الاحسن. من بعد ما كتكوز لي ساعه او ساعه ونص، ديك الساعه كنمشي كنشعل الفران ديالي وكنخليه يسخن مزيان على ما كندهن السواني. لان انا هذا القياس هذا اللي عطيتكم نصف كيلو الدقيق د الحمص كيخرج لي 2 د السواني على كل 4 كيلو او على كل 250 غرام كتخرج لنا واحد الصينيه. يعني انا هذا القياس هذا اللي عطيته لكم بغيتو نتوما تعملوا غير النصف ديالو غادي يخرج لكم واحد الصينيه، عملتوه كامل غيخرج لكم 2 د السواني صافي. دابا غادي نكب النصف الخليط اللي عملت هاد الكالينتي، غنكب النصف ديالو، ومن بعد النصف اللي بقى لي غادي نعملو في واحد الصينيه اخرى. والفران ديالنا خصو يكون العافيه ديالو عاليه، يعني يكون الحراره ديالو عاليه. ومن قبل ما ندخلو حنا كالينتي ديالنا يكون الفران سخون، يكون سخون مزيان صافي. دابا هاد الصينيه هذه اللي كبيت فيها انا غندخلها، وغنجيب الصينيه الثانيه اللي غندهنها حتى هي بالزيت مزيان، واحسن دهنوها حتى من الجوانب باش كتفاداو انها تلصق لكم اولا شي حاجه. كاين ناس اللي ما كيبغيوش يدهنوها، ولكن من الاحسن دهنوها باش الا كانت الصينيه كتلصق او شي حاجه ما تلصقش صافي. غادي نكبوا هاد الكميه اللي باقا لنا د الكالينتي اللي توجد الصينيه الاولى ان شاء الله. غنرجع معكم. ها هي من بعد ما طابت الصينيه الاولى كما كتشوفوا تبارك الله كيجي محمر من فوق. من الاحسن حمروه مزيان، كيجي كل ما حمرتوه كيجي مزيون. احسن من فوق حمروه مزيان. وبالنسبه للطياب ديالو كاين اللي ما كيفهمش يطيبوا مزيان،
انا بيدي كانت كتوقع لي في الاول ملي كنت اول مره كنجي نعدل الكالينتي كان كيوقع لي هيداك شحال هادي. دابا كنعرف له الطريقه ديالو ما كيشمتني ما والو. الطريقه من الاحسن ملي تجيو تحشيوه في الفران كيف ما يبدا يتشبر من تحت كيما تفطنوا به بحال اللي بدا كيعقد من تحت طلعوه. يعني الا كانت عندكم الحراره من فوق غطلعوه، الا كانت عندكم الحراره من تحت اللي كطيب لكم الوجه هبطوه باش يتحمر الوجه. المهم يعني ملي غتكونوا كطيبوا الكالينتي صافي غير تشوفوه القاع ديالو بدا كيجمد اولا بدا كيتشبر مباشره عملوه يتحمر له الوجه ديالو، لان مع التحمير ديال الوجه ديالو كيزيد يطيب. اذا خليتوه حتى يتشبر مزيان وحتى تشوفوا ديك القاع طايب وجيتو طلعتوه من فوق من بعد ما يتحمر ما اصلا ما يتحمرش مزيان، وملي غيتحمر ما غادي يجيش ديك الوسط ديالو بحال اللي كيبقى رطب شويه، ديك الطبقه اللي كتشوفوها خفيفه شويه ما غتبقاش فيه. اذا طيبتوه مزيان من تحت عاد طلعوا عاد عملتوه يتحمر من فوق ما غتجيش في وسطو ديك الطبقه اللي كتشوفوها خفيفه شويه. هذيك باش كتبقى خصك ما تخليش يطيب مزيان عاد تحمر له وجهه. وبغيت نفيدكم بهذه المعلومه هذه اللي انا بيدي كانت كتوقع لي في الاول. وصراحه اكتشفتها من خلال التجربه ديالي مع كالينتي. بقيت كنطيبو هيدا مره كنشوف شنو الاغلاط ديالي، وبزاف الناس كيوقعوا في هذا الشيء هذا. كتجي طيب كالينتي وما كيصدقلاش بحال الزنقه، واخا كيجي مزيون للدار طبعا ولكن ما كيجيش بحال هذاك اللي كيتباع. جربوا هاد الطريقه هذه اللي قلت لكم وان شاء الله غادي ينجح معكم. وهذه كانت الصينيه الثانيه اللي كانت كطيب. انا هذه زربت عليها شويه ما خليتهاش تتحمر مزيان، ومن الاحسن تخليوها يتحمر من وجهه مزيان، ولكن انا كنت خصني نكمل الفيديو بالتصوير عليها. بغيت نجبدها باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل، لانها هي طيبه غير خصها تزيد واحد شويه د التحمير وصافي. دابا نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. وكنتمنى هاد الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم ونكون فدتكم في هذا الفيديو هذا. صراحه مش حالي وانا كخصني نعمل طريقه الكالينتي في القناه، ولكن ما كيكتبش. وهاد الايام تبارك الله بروده هيدا كيصلح غير الاكلات بحال هيدا، وملي عدلته قلت انا نشاركو معكم. ايوا صافي. بهيدا نكون وصلت معكم نهايه الفيديو اليوم. كنتمنى اذا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وخليوا لي شي تعليق مزيون. نشوفكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.